كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة طبعا الميعاد السنوي للحلقات اللي فيها فوانيس رمضان زمان وفرحة الفنانين بتوع زمان برمضان. وعندنا أول صورة زيزي البدراوي واحتفالا برمضان، وطبعا معاها الفوانيس والأولاد. الصورة اللي بعدها نسرين طبعا الفنانة المعتزلة ومعاها فانوس اهو، مش واضح قوي بس الفانوس ده كان معانا كلنا أكيد. كلنا كان معانا الفانوس الجميل ده. طبعا هي زوجة الفنان محسن محي الدين. صورة جميلة جدا. والصورة اللي بعدها مين دي؟ شكلها مش باين طبعا عشان كانت لسه في بداياتها. دي ناهد شريف. هتقول لي لا مش هي، هقول لك لا هي ناهد شريف، متأكد طبعا. صورة جميلة جدا. عندنا الصورة اللي بعدها برضو صعبة قوي، شكلهم صعب جدا انك تميزهم يعني، لان هم كانوا في بدايتهم. برضو زيزي بدراوي. الصورة اللي بعدها يونس شلبي. الله، صورة جميلة جدا ليونس شلبي. ارتبط رمضان طبعا فترة كبيرة جدا بأعمال يونس شلبي اللي هي زي بوي وطمطم. كان يعني جميل جدا، كان بيجي قبل الفطار. هالة فاخر ويونس شلبي. وسيد عزمي كان عامل دور زيكا يعني، كان جميل جدا. عندنا الصورة اللي بعدها دي صورة ناهد جبر. صورة مع فانوس رمضان، من الصور الحلوة جدا. عندنا صورة بقى لمين؟ ليلى حمادة. طب قول لي بقى الفستان ده كان ايه؟ طب قول لي بقى الفانوس بتاع ليلى حمادة ده كان ايه؟ شمع ولا لمبة؟ الفوانيس الشمع دي كانت بتولع في الايد، يعني الصاج ده كان بيبقى مولع جدا. صور. دي حلقة جميلة جدا عن رمضان زمان، يعني رمضان زمان كان من أجمل الاحتفاليات. ما بقيناش نحس بجو رمضان بصراحة، ما بقيتش أحس إن هو زي زمان يعني. ودي كانت حلقتنا، وانتظر الحلقة الجاية برضو عن رمضان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقة الجاية.